في عام 1861 للميلاد، بعد هزيمة فرنسا وبريطانيا وإسبانيا في حرب المكسيك، طلب الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث من الخديوي سعيد حاكم مصر أن يبعث له بجنود من السودان لما اشتهروا به من الشجاعة والإقدام. جمع الخديوي سعيد أورطة من كل بقاع السودان بقيادة جبر الله محمد ومحمد الماض أفندي القادم من جنوب السودان، مما يدل على أن جنود السودان كانوا منذ زمان بعيد من كل قبائل السودان. من الخرطوم تحرك الأبطال إلى بربر فسواكن فبورسعيد ثم الإسكندرية، ثم استقلت الأورطة الباخرة لاسين إلى فيراكوز بالمكسيك. مات منهم في عرض البحر 7 فألقوا بهم إلى الحيتان، وبقي منهم 446 فردا. وكانت أولى المعارك في مدينة بويلا، فانتصر أبطال الأورطة السودانية وأسروا 13,000 جندي، وتوالت الانتصارات وخاضوا المعركة تلو المعركة في صور مختلفة حتى بلغت 48 معركة انتصروا فيها جميعا. وكتب القائد العام الفرنسي فوري تقريرا إلى وزارة الحربية الفرنسية بتاريخ 12 من يوليو عام 1864. قال فيه: Je n'ai jamais vu de ma vie une guerre qui s'éclatait dans un calme profond. إني لم أرى في حياتي مطلقا قتالا نشب في سكون عميق وفي حماسة تضارع حماستهم، فقد كانت أعينهم وحدها تتكلم، وكانت جرأتهم تذهل العقول وتحير الألباب. لم يكونوا جنودا بل أسودا. وفي تقرير آخر أرسل إلى وزارة الحربية الفرنسية من الضابط سيغون قال فيه: Selon les rapports français, le bataillon soudanais لقد قاتل السودانيون قتالا باهرا دام ساعة واحدة، فانتصروا على عدو يفوقهم 6 أمثال، وقد منحناهم أوسمة عسكرية لشجاعتهم، وقد توفي منهم 68 وبقي 378 فردا. وبعد أن استتب الأمن في المكسيك، طلب نابليون الثالث حضورهم إلى فرنسا ليكرمهم بنفسه في باريس. وخرج أهل العاصمة الفرنسية ليشهدوا أشجع رجال في العالم. منحهم نابليون أرفع الأوسمة العسكرية، ومنح رتبة الأميرالاي إلى البطل السوداني القادم من جنوب السودان محمد الماض أفندي، والد البطل السوداني عبد الفضيل الماض، بطل ثورة 1924 للميلاد.